لو بتحب اليو اي واليو اكس فتعال احكي لك عن بروجكت عملته مع الشركه اللي انا شغال فيها، وازاي حولت ابلكيشن من مجرد فكره لابلكيشن موجود على الاي او اس والاندرويد، وكمان تقدر تنزل الابلكيشن دوت. اسمه تيكر، والهاشتاج كده بتاعه اسمه قولها بستيكر. وهو حاجة شبه كده نتفليكس وشاهد وواتشيت، عبارة عن مكتبة أفلام، ولكن جواها مش أفلام، جواها استيكرات لكل حدث في الفيلم. يعني مثلا أي فيلم أنت هتفتحه هتلاقي كل الممثلين فيه، وكل ممثل هتخش جوه الفولدر بتاعه هتلاقي كل الاستيكرات والكوميك والميم المعمول عليه. ولكن طبعا مش مشكلتنا القصة دي كلها، ولكن الفيديو دوت أنا عامله عشان أقول لك الخطوات اللي أنا عملتها عشان يطلع الأبلكيشن دوت للنور. والخطوات دي هتبقى من أول مكالمة العميل إن هو كان محتاج إيه، لحد كل البروسيس اللي اتعمل. ومن هنا بدأت الحكاية. أول حاجة مكالمة العميل كلمنا وفهمنا احتياجاته وهو محتاج إيه. هو في الأول كان عايز استيكرات أفلام عادي جدا، ولكن تبقى مجمعة، كل فيلم تفتحه تلاقي كل الاستيكرات بتاعته. وبصراحة كانت فكرة حلوة وجذابة جدا إن احنا نشتغل عليها في الشركة، واتبسطنا قوي إن في حد عايز يعمل الأبلكيشن ده معانا بصراحة، لأن هو أبلكيشن ممتع جدا ودمه خفيف، يعني هنتبسط واحنا شغالين. فأول حاجة بدينا ندرس المنافسين اللي في السوق، وندرس كل تفاصيل الابلكيشنز اللي اوريدي موجودة بره وهنا، عشان نعرف إيه المميزات وإيه العيوب وايه المميزات اللي الابلكيشن بتاعنا هيقدمها. فبدانا بدراسه اليوزر اللي هو المستخدم. مين المستخدم اللي هيستخدم الابلكيشن دوت؟ طبعا اول حاجه لازم يكون دمه خفيف وروحه كده شبابيه، وحد يعني مش لازم سن معين، لان من اول 18 سنه او 16 سنه لحد 30 و40 بيستخدموا ده. بلس كمان امهاتنا واهالينا بيستخدموا الستيكرز دي في ان هم يبعتوا لنا صباح الخير وورد وحاجات كده. فطبعا يعني ناس كتير قوي، اودينس يعني كبير جدا، ان احنا بدينا ندرس اليوزر جورني اللي هي رحله المستخدم. هو هيعمل ايه من اول ما ينزل الابلكيشن لحد ما يكسبورت الستيكر ويبقى مبسوط خالص، وايه الحاجات اللي برضه هيستفاد منها الراجل اللي هو صاحب الاب. يعني هل هيكسب من الاعلانات ولا هيكسب من ايه؟ كل ده كيو اكس ديزاين مهم جدا. اول حاجه هيعملها اي حد هينزل الابلكيشن دوت ان هو هيدور على الفيلم، واول ما بيفتح الفيلم دوت بيلاقي كل الممثلين بتوع الفيلم دول موجودين، فبيختار الممثل اللي هو بيحبه، وجوه الممثل ده هيلاقي كل افيهات الممثل دوت، اذا كان بقى ايه افيهات قالها من اول الفيلم، نص الفيلم، اخر الفيلم، كلها موجوده، يقدر يعملها اكسبورت. واول ما بيختار حاجه بيعملها اكسبورت، وبالتالي بيوصل الستيكر دوت للواتساب او للجاليري عنده. دي كده طريقه بسيطه. في طريقه تانية ان هو يكون عنده كوميك معين معلق في دماغه، فيدخل يعمل سيرش، واول ما يعمل سيرش هيلاقي كل الاستيكرات اللي بالسيرش اللي هو عامله، ويقدر برضه يعملها اكسبورت. او حاجه تانية، هو ممكن يجمع كل الستيكرز دي اللي هو بيحبها ويحطها في جروب معين، بحيث ان هو اكسبورت كله على بعضه ويبدا برضه يستخدمه كل يوم في الحياه اليوميه. عملنا بقى رسم بسيط لرحله المستخدم اللي انا قلت لك عليها دي، وابتدينا نبعتها للعميل اول حاجه عشان يشوف ايه الدنيا ويشوف التحليل بتاع الابلكيشن بتاعه، هل اللي احنا عاملينه ده صح وهو موافق عليه ولا لا، وهل عنده مشاكل في اي حاجه برضه يقول لنا التعديل. واول ما وافق على الجورني البسيطه اللي احنا عملناها، ابتدينا في حاجه اسمها واير فريمينج. واير فريمينج دوت هو تبسيط للاب، هيبقى شكله عامل ازاي، ايه هيروح فين وازاي، وبنبين له شكل الانترفيس مبدئيا خالص هيبقى عامل ازاي. وده طبعا خطوه مهمه جدا، بدل ما نبدا في الديزاين وبعد ما نخلص الديزاين خالص يقول لنا لا الواير فريم ده مش حلو، التقسيمه مش حلو، اللاي اوت مش حلو. ودي حاجه مهمه جدا في اي ابلكيشن. وطبعا السكتشات بتاعت الواير فريم بتبقى بالابيض والاسود، او يعني ممكن تعملها بورقه، ممكن تعملها على فيجما، ممكن تعملها على اي حاجه، والموضوع بيبقى بسيط وسهل. يعني الواير فريمنج حاجه بسيطه خالص، حتى لو سكتشات على ورق بقول لك الموضوع هيبقى سهل خالص. يعني بعد ما عملنا الواير فريمنج وهو وافق عليها، دخلنا في حاجه تانية وهي اسمها البروتوتايب. البروتوتايب هي ان انا هخلي الكلاينت بتاعي يبدا يدوس على البوتنز اللي موجوده في الواير فريم، فيبدا يشوف الرحله كامله بتاعت اليوزر، ويبدا يعني ينتراكت مع الابلكيشن بكل سهوله، كان الابلكيشن دوت معمول له ديفلوبمنت. ولكن البروتوتايب دي مرحله ممكن تيجي بعد الواير فريمنج وممكن تيجي بعد الديزاين كله، فدي على حسب نظام او البروسيس اللي الشركه ماشيه عليه او اللي انت عايز تمشي عليه. فالبروتوتايب في المرحله دي مش مهم قوي، ممكن تتاجل شويه وممكن تتعمل في المرحله دي. وجينا لمرحله الشياكه واللعب اللي كل الديزاينرز بيحبوها، وهي اليو اي. في شركات بتخلي يو اي يشتغل ويو اكس يشتغل شخص تاني، ولكن معظم الشركات المصريه بيبقى اليو اي واليو اكس مع بعض، هو واحد بيعمل كل حاجه في الابلكيشن، وبيعمل يو اكس ريسيرش وبيكتب الكونتنت وبيعمل كل حاجه. ان انت تاخد الاب من اوله لاخره طبعا دي حاجه كويسه، ولكن في الشركات الكبيره بيطلبوا حد سبيسيفيك لكل مرحله من المراحل دي، لان في حتى الواير فريمنج ليه ديزاينر مخصوص ساعات في شركات، والبروتوتايب في ليه ديزاينر مخصوص، والانتراكشن ديزاين اللي برضه ليه ديزاينر مخصوص، فهي قصه كده كبيره يعني.
فبالنسبة للUI كانش الapplication ليه branding حتى، كان يا دوبك اسم، فبدأت أعمل لوجو سريع كده بسيط، ما تعبتش فيه أوي بصراحة، يا دوبك لوجو بيعبّر عن الemoji اللي هو smile، بحيث إن الapplication دوّة بيرمي على إن الناس دي لازم تبقى مبسوطة، وإن استخدام الsticker دوّة عبر الواتساب بيبسط الناس ويضحّكهم، فطبعًا كان لازم smile face، وفي نفس الوقت ابتديت أعمل الfeel والlook بتاع الbrand بتاعي، عملت mood board وهو وافق عليها، فابتديت أكمّل بعد الmood board، عملت اللوجو وعملت الdirection والbranding elements اللي هنمشي عليها في الapplication، علشان كده يعني إيه، أبقى سهل عليّا الUI. في UI ابتديت أحط design system ثابت للapplication كلّه، من حيث الbuttons بالألوان بتاعتنا الprimary والsecondary والtext عامل إزاي، الbackgrounds الwhite هيتحط إزاي، لو في black هيتحط إزاي وهكذا. فالdesign system ده مهم أوي عشان يريحني بعد كده يعني، ويخلّي أي حد يقدر يشتغل على الapp عادية لو في شركة كبيرة يعني. وطبعًا استخدمت خط عربي سهل وحلو عشان خاطر الapplication ده موجه للعرب أصلًا، فهو كده مصري ولازم هيبقى بالعربي بس، فطبعًا لازم أركّز في الحتّة دي. أول حاجة بدأت فيها هي الlanding page، إن هي أول ما يفتح الapp لازم يبقى في شوية elements كده حلوة وillustration كده لطيفة عشان تشجّع الواحد إن هو يدخل، وبعد ما بيدخل فعلًا بيلاقي بقى بوسترات الأفلام، فيبقى familiar أوي مع الشكل، إن هي شبه Netflix وشبه واتشي، حاجة كده فيها بوسترات كتير، فهو يقدر يدخل ويتعامل بكل سهولة. وأول ما تدخل كده هييجي لك feel أو إحساس إن هي منصة متكاملة للstickers، يعني يستحيل في stickers تفكّر فيه ما تلاقيهوش في المنصة دي، وده كان هدف الclient، وده هدفنا، إن إحنا نطلّع الapp دوّة كإنه منصة الأولى والوحيدة في الوطن العربي اللي فيها استيكرات الواتساب بكل الكمية دي. وفعلًا ابتديت أخلّص الdesign وأعمل كل الشاشات اللي already كنت عاملها قبل كده في مرحلة الUX design، وابتديت أشوف الuser journey هتمشي إزاي برضه عشان أتأكد إن كل حاجة تمام. بصيت على الUX study اللي أنا كنت عاملها في الأول، واتأكدت إن الmapping بتاع الapplication كله تمام وما فيش أي مشكلة، واتأكدت إن ما فيش ولا صفحة ناقصاني في الpages بتاعتي. وبعد كده عملت الprototype تاني زي ما قُلت لكم، هي مرحلة بتتعمل ممكن في الwireframe وممكن تتعمل دلوقتي، كده هتتعمل، يا تتعمل مرتين يا تتعمل دلوقتي بس، فبالتالي ما نسيتش ولا صفحة من صفحات الapp، وخلّصت كل حاجة بالregistration بالlogin بكل حاجة، ابتديت أبعتها للclient، وأول ما وافق عليها ابتديت أنتقل للمرحلة التانية وهي الdevelopment، ودّيت الapp كله إن هو يتعمل له development، ولكن في المرحلة دي أنا ابتديت أعمل شوية interaction design زي فيديو كده إزاي يدخل الapplication وهافرجكم عليه، وابتديت أعمل شوية animation كده جوه، وبعد كده بديت أبعتها للdevelopment department بتاعنا عشان خاطر يبدأ يضبطوا تاني مع الapp. واخر حاجه ابتديت اعملها وكنت هنساها، ان هي عملت السكرين شوتس اللي هتتحط على ابل وهتتحط على اندرويد في الستور بتاعهم، وفي النهايه الاب فعلا اتحط على ابل واتحط على اندرويد، والحمد لله عمل اكتر من 100,000 داونلود على اندرويد، وعمل كمان على اي او اس داونلودز كتيره جدا. وكده ابقى نجحت في ان انا اوصل الاب من مرحله اليو اكس ديزاين ومرحله الورق لحد ما وصلته للاب ستور. اما بقى لو انت مصمم يو اي يو اكس او انت لسه في مرحله البدايه، احب بقى اقول لك على شويه حاجات. كل خطوه في التصميم، من البحث للواير فريم للبروتوتايب للالوان للتفاصيل الصغيره اللي في الانتراكشن ديزاين، كل ده بيخدم الاب. لو سقطت اي حاجه في المراحل دي صدقني الاب مش هيطلع متكامل وكامل. طبعا الفيديو ده مش متكامل قوي، ما قلتش فيه كل حاجه، ولكن حطيت لك كيس ستادي كامله على بيهانس بكل الكلام اللي انا قلته، تقدر تشوفها وهتتبسط بيها. وبدل ما الفيديو يكون عشوائي كده، لا هو في كل الخطوات واحده واحده، وفي كل حاجه عملتها، خلاص ان انت ممكن تنزل الاب وتتفرج عليه، هو لطيف جدا على فكره ودمه خفيف يعني. بس فكده انا اكون خلصت اللي عندي النهارده. لو انت عندك اي سؤال اسالهوني، عندك اي مشكله في اي بروسيس بلغني ونتكلم فيها. بس شوف الكيس ستادي كامله على بيهانس لان هي مهمه جدا وهتعلمك كتير جدا يعني. لو انت الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب وتابعني لو انت بتحب المحتوى دوت، ولو عندك اي سؤال اسالهوني. سلام.